سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا بخير. وش داير فيكم رمضان؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وقدركم ربي عليه. اليوم جيت وجبت لكم تحلية، ما كانش طبق، جيت وجبت لكم كيكة السبع ملاعق الإسفنجية، يعني تجيب صح بزاف إسفنجية توالم سهرة رمضان، تجي كيما الباتيسري. واش نقول لكم؟ جربوها وخليوا لي رايكم في لي كومونتير اذا راني نزيد عليها. فوالا شوفوا كيفاش راني نقسم فيها. في الاول هنا بعد ما بردت راهي باردة ما شاء الله، يعني توالم السهرات. هنا راني نزين فيها، شوفوا يعني صدقوني هاد الكيكة تجي رائعة رائعة. البنات اللي قدم معايا نقول لكم ما تنسونيش خياتي بلي جام وكملوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا هاد الوصفة وتروحوا تجربوها. البنات اللي هذا وين تواصلوا معايا نقول لكم نورتوني، يشرفني انكم تكونوا خياتي. ودار داركم مرحبا بكم. نتمنى انه نكونوا عائلة وحدة وندعموا بعضنا. فوالا هنا راني هاد الكيكة قلت لكم درتها للسهرات تاع رمضان، يعني جات بزاف رائعة. يعني غير بزوج حبيبات تاع البيض وانتي درتي هاد التحلية ولا هاد الكيكة رائعة. نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه نبدا بها هنايا البنات، وش هي؟ عندي زوج حبيبات تاع البيض بدرجه حراره المطبخ، يعني لازم تخرجوا البيض تاعكم من الفريجيدار ولا من الثلاجه قبل بساعه باش تنجح معاكم الوصفه. نبداو بالطبقه الاولى. هاد الكيكه راهي بثلاث طبقات. نبداو بالطبقه الاولى. عندي زوج حبيبات تاع البيض مع 7 ملاعق تاع السكر. هنا كما قلت لكم هاد الكيكه راهي تاع 7 ملاعق كلش، 7 ملاعق الا البيض زوج حبيبات. فوالا هنا 7 ملاعق تاع السكر. فوالا مع شويه لافاني ما ننسى. انا هنا ضفت ملعقه صغيره تاع لافاني. اذا ما عندكمش لافاني تقدروا تعوضوها بعطر الكراميل، يعني لكم الاختيار. اذا ما عندكمش تقدروا تبرشوا شويه برك تاع الزاز تاع السيترون باش تنحى لكم هذيك الريحه تاع البيض. برك ما تكتروش لانه هاد الطبقه تاع الجينواز راهي بذوق الشوكولا. هنا زدت ضفت 7 ملاعق تاع الزيت وراح نخلط كلش مع بعضهم. علاه ضفت في هذه المرحله؟ باش نخلط الزيت يدخل لي مليح مع هذاك البيض والسكر ما يخرجليش، ومن بعد نخلط مليح بالفويح تنتحصلوا على هذا الخليط، على هذا القوام يروح البياض. اذا عندك الباتور، يعني حبيتي تستعملي الباتور تقدري. انا هنا يعني عندي بصح ما حبيتش نخدم به، يعني البنات اللي ما عندهمش الباتور. هنا بنفس الملعقه ضفت عفوا هنا البنات سمحوا لي، قلت لكم بنفس الملعقه ضفت 7 ملاعق تاع الحليب ونخلط. انا هذا واش عندي السوائل. نجي هنا للفارينة. الفارينة ما هي 7 ملاعق. هنا في الاول ضفت 6 ملاعق. من بعدها الملعقة الاخيرة نشوف القوام تاع الخليط تاعي ونضيفها، لانه راح نضيف ملعقة تاع الكاكاو ونشوف القوام تاع الخليط. فوالا هنا ضفت 6 ملاعق ونبدا نخلط هذاك الخليط ونشوف. فوالا بهذه الطريقة. نجي هنا نضيف ملعقة تاع الكاكاو البني. البنات ما تستعملوش الكاكاو الاسود المر، هذاك راح يجي يعطيكم لون غامق للكيكه تاعكم ورايح يجي ما يجيش حلو بزاف. هذا البني الفاتح رايح يعطيكم كيكه رائعه تجي ريحتها بزاف هايله. هنا عندي نص كيس تاع خميره الحلوى، يعني ملعقه صغيره حوالي 5 غرام. نعاود نخلط مليح هذاك الخليط حتى ما يوليش كامل تبان هذيك الفارينه وهذاك الكاكاو. ونجي نشوفوا هنا الخليط تاعي بان لي مدلي راهو مازال جاري. نزيد له الملعقه السابعه تاع الفارينه، يعني سوا 7 ملاعق تاع الفارينه مع ملعقه تاع الكاكاو وملعقه صغيره تاع الخميره. فوالا شوفوا هنا كي نجيو نكتبوا هكذا 8
تتمسح ليه يعني ما تقعدش مطراسية، هكذا يكون يعني هاد الكيكة تكون ناجحة معاكم، ما تجيش ثقيلة كي طيب ومن بعد تجي بزاف هايلة. هنا أنا راح نستعمل هاد البلا المدور تاع الدجاج، وانتوما تقدروا تستعملوا الفرديين عادي، تقدروا ديروا هاد الكيكات في ليمول الفرديين تاع هادوك تاع 26,000، يعني تجي رائعة. أنا هنا اعتمدت إني نديرها في المول هذا الكبير، لأنه شاركت معاكم بزاف تحليات وبزاف كيكات في ليمول الصغار. فوالا الفردية حبيت ندير معاكم كيكة في المول هذا. هنا الكوشة تاعي راهي شاعلة على 180 درجة، ندخلها للفرن نعسها مليح لأنه فيها الكاكاو، نحمرها يعني نطيبها غير من تحت تنشف لي، نزيد نشعلها من الفوق شويه ونخرجها. انا هنا شويه غفلت عليها غير شعره وتحرقت لي. هنا نجيو للطبقه الثانيه. عندي نص كاس تاع الحليب مع كاس تاع شونتيي، نص كاس تاع الحليب مع كاس تاع الشونتيي، وملعقه كبيره تاع الكاكاو. فوالا ملعقه تاع الكاكاو. اذا ما حبيتوش تضيفوا الكاكاو تقدروا تضيفوا بون تاع الياغورت بدوق الشوكولا. فوالا هنا ونخلط مليح بالفوي هكذا قبل ما نبدا يعني ندرب بالباتور، لانه رايحه هذيك الشونتيي راح تطاير معايا. نخلط مليح هكا باش ما تطايرش معايا ونطلعها بالباتور. هنا الشونتيي تاعي والحليب البنات للامانه راهم باردين، خرجتهم من الكونجيلاتور باش تنجح معاكم الشونتيي وتطلع ليه. فوالا البنات هاي لكم الشونتيي تاعي بعد ما طلعتها. هنا اللي يسقسوني البنات على الشونتيي على لا مارك اللي نستعملها، راني نستعمل بلانش نيج. الشونتيي حاولوا انكم تشريو هذيك اللي تجي الغبره تاعها حرشه، ماشي اللي تجي رطبه. هنا بعد ما خرجت الكيكه تاعي نسقيها بنص كاس تاع الحليب. شوفوا هنا قلت لكم كون غفلت عليها كون راهي تحرقت لي، مي هاد المنظر تاعها راهو شباب يعني جات سوا. فوالا انا بعد ما شربتها خليتها ريحت وشربت الحليب هذاك وبردت حوالي نص ساعه باش نجي ندير لها الكريمه. ما ديرولهاش الكريمه البنات وهي مازالت ما بردتش ومازالت ما تشربتش. نجي نحط الكريمه هذيك من الفوق ونحاول اني نسويها هكذا بلا سباتيل. فوالا نحاول نسويها مليح يعني بلا سباتيل، ونحاول اني نسقم البلا تاعي الجوانب باش يجيني شباب. ندخلها للثلاجه تبرد حوالي نص ساعه ونجي نزينها. هنا نجو للطبقة الثالثة. وش فيها؟ عندي 100 غرام تاع الشوكولا. انا استعملت اولي. هنا درت فنجال تاع الحليب، فنجال تاع الحليب مع ملعقة كبيرة تاع الزيت، وذوبتهم على حمام مائي حتى ذابت لي هذيك الشوكولا مع الزيت والحليب. وخليت هذيك الشوكولا ما نستعملهاش وهي سخونه البنات، نخليها حتى تدفى، يعني ما خليهاش تبرد بزاف لانه راح تجمد معايا. نخليها حتى تبرد ونجي نفرغها للطبقه تاع الشونتي. فوالا نخليها هنا تبرد مليح هاد الطبقه. هنا كنت زدت دخلتها للثلاجة حكمت روحها هذيك الطبقة تاع الشوكولا حوالي نص ساعة ونجي نقسمها معاكم. شوفوا هنا البنات هاد العفسة كي تحطوا الموس حاولوا انكم تهبطوا الموس حتى لتحت وتمشيوا قد ماشي تطلعوا الموس وتهبطوا. ومام كي تبداو تقسموا حاولوا انكم تمسحوا الموس تاعكم في كل قسمة. فوالا انا هنا قسمتها الى 8 قطع، يعني قسمتها هكذا كيما نقسموا البيتزا. فوالا جات بزاف هايله. حبيت نزينها في البلاطو. حبيتو تقسموها مربعات كيما حبيتو، لكم الاختيار. يعني انا حبيت هذا الشكل وانتم لكم الاختيار. هنا هذيك الشونتيي اللي بقات لي جيت درت لها هنا دي غوزات هكذا اوريدات بهذيك الشونتيي، يعني التزيين يبقى ليكم. تحبوا تسكرفجوا عليها شوكولا، تحبوا ديروا بيبيت او شوكولا، يعني تحبوا ديروا ليها شويه غير شويه تاع كاوكاو، لكم الاختيار. المهم التزيين ديما نقول لكم يقعد عندكم. فوالا انا هنا درت التزيين هذا وجات بزاف هايله، جات يعني بزاف في المنظر تاعها رائع. ومام الطعم تاعها بزاف رائع، يعني كيما نقولوا العين تاكل قبل الفم. بصح صدقوني هاد الكيكه بزاف بنينه. انا عندي هاد الكاطو تاع ماكسون كنت قسمت الحبه على 2 وزينتها هكذا. هنا راح نزيد ندخلها للثلاجه تزيد تحكم روحها مليح، لازم تتاكل بارده
قلت لكم جربوها سهرة رمضان رايحة تعجبكم. يعني صدقوني رايحة تعجبكم. وهنا البنات هاي لكم الكيكة تاعي بعد ما بردت. شوفوا هنايا جات رائعة، يعني واش نقول لكم، اسفنجية. هذوك الطبقات، طبقة تاع الجينواز مشربة، هذيك الطبقة تاع الكريمة حكمة روحها، يعني رائعة. مام الشوكولا ما تجيش جامدة، تجي حكمة روحها مي تجي كريمية. دوك تشوفوا هنا حطيت معاكم، نقسم معاكم حبة باش تشوفوها. فوالا شوفوا كيفاش تجي خفيفة ورائعة، يعني صدقوني جربوها رايحين تدعيوا لي في هاد رمضان. ما ننساش البنات، انا اللي عليا راني ندير فيه، وراني نمد لكم الوصفات، وراني نقتل في روحي باش نجيب لكم اكثر ما تحبوا. يعني فرحوني بلي جام، بارطاجيو الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، الى الملتقى.